دكتور هشام عبد الغفار، رئيس القطاع التجاري بمجموعة الخرافي. اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. دكتور هشام، في الاول يعني الشأن السياسي بيغلب نفسه على حوارنا اكيد وعلى كل الحوارات اللي احنا بنجريها في الفترة دي، بس عايزين ناخده من وجهة نظر التكنولوجيا. عايزين نعرف تقييم حضرتك ايه لتأثير الاوضاع السياسية والاقتصادية على قطاع التكنولوجيا خلال الفترة اللي فاتت، خلال عام 2012. هو طبعا التأثير الاساسي بتاع يعني التأثر الاقتصاد المصري في خلال 2012 طبعا ده اثر تأثير كبير جدا على قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، لدرجه طبعا ابتدى التأثير الاول بالتأثير على الحكومه. حضرتك عارفه طبعا ان الحكومه في اي بلد في الدنيا هي بيسموه ذا بيجست باير او اكبر مشتري، فلما الحكومه بالذات في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الحكومه ليها دور كبير جدا في الشراء، بالذات بالنسبه للمشروعات القوميه وكده. في كل المشاريع دي وقفت، مثلا زي مشروع مثلا البرود باند انترنت ده وقف، مشروع كبيره خاصه بالتربيه والتعليم وقفت، مثلا زي مشروعات الحاسبات اللوحيه التعليميه دي وقفت. ده كله ده طبعا بيأثر تأثير كبير على القطاع، لكن للاسف الشديد كمان احنا ابتدينا نلاقي تاثر كمان على قطاع المستهلكين. يعني المفروض ان قطاع المستهلكين بيبقى اخر قطاع بيتاثر. تاثر الاول القطاعات الحكوميه والقطاعات التجاريه اللي هي الشركات ومؤسسات الاعمال، ثم اخر حاجه بتتاثر بتبقى دايما المستهلكين، هي القوى الشرائيه. فللاسف برضه احنا لاحظنا بالذات في شهر نوفمبر وديسمبر ان في انخفاض كبير في القوى الشرائيه لدى المستهلك المصري. ده راجع طبعا لعوامل كثيره، اهمها طبعا الارتفاع الفظيع بسعر الدولار اللي قفز من 20 قرش في ظرف ايام قليله، وده طبعا كانت نتيجته ارتفاع للاجهزه، معظم اجهزه الحاسبات والاتصالات كلها اجهزه مستورده، فسعرها بيتاثر بارتفاع الدولار، فبالتالي بقت امكانياتها بقت سعرها فوق قدره كثير من المستهلكين المصريين، وده ادى الى احجامهم من الشراء. مشكله كمان هتلاحظيها كمان في شركات الاتصالات، يعني لسه في تقرير خطير لسه طالع من كام يوم انه شركات الاتصالات الثلاثه اللي هم موبينيل واتصالات وفودافون في انخفاض في الريفينيو بتاعتهم او الانتاجيه بتاعتهم في نوفمبر وديسمبر بيقدر بحوالي 10%. ده مش انخفاض في العوائد، ده كمان انخفاض في الترافيك. يعني الناس النهارده حتى بقت معدل اقبالها على الاتصال بالتليفون بيقل، وده طبعا موضوع في منتهى الخطوره. طب هل كان ليكم انتوا كمجموعة الخرافي استراتيجية وقائية، استراتيجية دفاعية، تخفيض اسعار عشان تحرك السوق؟ يعني كانت ايه استراتيجيتكم اللي استخدمتوها ولا تستخدموها خلال السنة الجاية لمغازلة السوق عشان يتحرك او يزيد؟ طبعا الشركة العربية لتصنيع الحاسبات من يوم ما انشئت في 2005 كان الهدف بتاعها اللي عمله على اساسها الشيخ ناصر الخرافي عليه رحمة الله كانت ان هي تبقى شركة تصنيع التكنولوجيا للوطن العربي كله، مش بس لمصر، ولكن احنا دايما الهدف بتاعنا الاساسي في الشركه ان احنا نشتغل او نتعامل مع كل البلاد العربيه في سواء كان في شمال افريقيا او في الخليج العربي. وبالتالي في الظروف اللي احنا فيها دي لما بيبقى في عندنا مشاكل طبعا في السوق المحلي، اول حاجه بتتجه ليها اهدافنا هي التصدير. ندور على اسواق اخرى نفتحها. سافرنا مثلا الجزائر مع الدكتور هشام انديل في الرحله اللي هو عملها من حوالي 3 شهور لاعاده العلاقات ما بين مصر والجزائر اللي تاثرت بعد احداث الماتش بتاع الكره المشؤوم، وفعلا سافرنا هناك وفتحنا مجموعه اتصالات على اعلى مستويات بشركاء الاعمال في الجزائر، ابتدينا فعلا نتناقش معاهم في مؤسسات الاعمال مثلا من خلال اتحاد مصر للصناعات في رحلات تنشيطيه بيقوموا بيها لافريقيا، مثلا في رحله قريبه للسنغال احنا مشاركين فيها. طلعنا جايتكس، معرض بتاع جايتكس بتاع بالظبط في وكنا مشاركين من خلال ايتيدا، وطبعا ايتيدا ليها دور كبير جدا في دعم الشركات. فبنحاول ان احنا ندور على فرص تصدير لحين استقرار السوق المحلي، وفي رايي انه اللي مش هيدور على التصدير في 2013 هيبقى عنده مشكله كبيره، لان السوق المصري هياخد وقت على ما يتعافى. بالظبط. هل هيكون السوق الافريقي هو الواجهه المثاليه في التوقيت ده؟ والله احنا بنشوف كذا، يعني في كذا بوتنشال في كذا سوق. يعني السوق الافريقي في مجموعه شركات، مجموعه الدول بتاعت الكوميسا في منها دول قويه جدا يعني وليها اسواق قويه جدا في شرق افريقيا، ودول اساسيه زي كينيا وتنزانيا واوغندا، وفي طبعا سوق كبير بتاع نيجيريا ده طبعا سوق ضخم وعملاق، وفي سوق ساحل العاج، في اسواق كتير احنا ممكن يكون لينا فيها دور. وطبعا سوق السودان سوق طبيعي انه بيشتري من مصر وان في علاقات قويه بتربطنا باخواننا السودانيين. اما فيما يختص بشمال افريقيا، شمال افريقيا طبعا
الوضع في ليبيا برضو متاثر الى حد كبير، فبالتالي ما فيش استثمارات ذات قيمه في ليبيا على المدى القصير، لكن الوضع في تونس مبشر وفي الجزائر مش بطال، وفي طبعا المغرب الوضع فيها كويس. بالنسبه للخليج العربي، الخليج العربي المنافسه فيه اقوى طبعا، لانه طبعا الخليج العربي سوق بيعتمد في مجال تكنولوجيا المعلومات. طبعا الشركه العربيه لاتصالات تكنولوجيا المعلومات بتركز على انتاج الاجهزه اللوحيه، حسابات اللوحيه، بتنتج تليفونات محموله، السمارت فونز، والحاجات دي في الخليج المنافسه فيها قويه جدا مع البراندز. اخواننا في الخليج بيفضلوا اكتر البراند زي مثلا العالميه يعني. البراندات العالميه منافسه معاها قويه جدا في الخليج، ولكن بنحاول برضو ان احنا نلاقي لنا ماركت شير مش بطال ان شاء الله. طب استراتيجيه الخرافي خلال الكام سنه الاخيره تركز على تنويع المنتجات، انتوا بتصدروا منتجات جديده، بتنوعوا هذه المنتجات، بتخاطبوا شرائح مختلفه من المستخدمين. مؤخرا تم التركيز على الاجهزه اللوحيه، حضرتك تكلمنا على الترند ده ومعانا هنا امثله برضه للاجهزه. شوفي، هو احنا حضرتك لما ابتدينا، يعني انا لما التحقت بالخرافي من حوالي سنه كنت جاي وهم كانوا عاملين كانوا عايزين يخشوا في مجال الحاسبات اللوحيه، وانا كان بقالي فتره طويله شغال على هذا الموضوع، اشتغلت معاهم الاول استشاري قبل ما امسك القطاع التجاري في الشركه. كان الفكره عملنا حاجه اسمها التابلت تاسك فورس او مجموعه عمل خاصه بالحاسبات اللوحيه، ولقينا ان الحاسبات اللوحيه بتعتمد على 4 حاجات اساسيه، والاربع حاجات الاساسيه دي متوفره في مجموعه الخرافي. اول حاجه الديفايس او المعده اللي هو الجهاز التابلت نفسه. التابلت ده ممكن ان هو بما انه مبني على برمجيات المفتوحه وعلى برمجيات اندرويد بتاعه جوجل وكده، فدي ممكن جدا يبقى في مجال كبير للتطوير والابحاث، وممكن ان احنا نوصل لتكنولوجيا مصريه تقدر تنافس التكنولوجيا العالميه. وبالتالي كان التركيز ان الديفايس ده ممكن يتصنع في مصر من خلال احد شركات المجموعه اللي هي الشركه العربيه لتصنيع الحاسبات. لما جينا دورنا على الحاجه الثانيه اللي محتاجها المشروع بتاع الحاسبات اللوحيه عشان يشتغل، لقينا انه حاجه ثانيه مهمه جدا اللي هي الكونكشن او الكوميونيكيشن، الاتصالات، لانه التابلت ده محتاج انه يتصل بالانترنت عشان خاطر من خلاله يقدر يجيب المعلومات للمستهلك، او يقدر من خلاله يعمل كل اللي هو الحاجات اللي هو عايز يعملها. الانترنت بيوفره طبعا عند احد شركات المجموعه اللي هي شركه يلا مصر، ودي طبعا احد شركات مجموعه الخرافي. ثالث حاجه مهمه جدا لقينا التابلت بيحتاجها اللي هي الكونتنت او المحتوى التفاعلي. المحتوى التفاعلي ده مهم جدا، والمحتوى ده برضه هلاقينا احد شركات المجموعه متخصصه في موضوع المحتوى، اللي هي الشركه بتاعه ايماك اكاديمي، عندها مجموعه كبيره بتعمل ديفلوبمنت للبرمجيات التفاعليه وخلافه. فكل الحاجات اللي بيعتمد عليها المشروع الاساسيه سواء كان الديفايس او الكوميونيكيشن او الكونتنت متوفره في مجموعه الخرافي. عشان كده كان دخولهم لمشروع الحاسبات اللوحيه الدخول طبيعي. طبعا لما ابتدينا نشتغل في الحاسبات اللوحيه ده فتح لنا يعني بالضروره الدخول لعالم الهواتف اللي هي بيسموها الهواتف الذكيه. الهواتف الذكيه طبعا ما هي الا ابتديتوا في انتاجها فعلا. يعني احنا التابلت هو مجرد تابلت مش فون. التابلتس كلها النهارده، التابلتس الجديده كلها النهارده بقت برضو فيها خاصيه السيم، فتقدري انك انت تستعمليها كمان، تحط فيها السيم كارد هنا، فبالتالي تقدري تستعمليها كمان كتليفون. اللي فالتابلت ده ما هو الا تليفون كبير، والتليفون ده ما هو الا تابلت صغير، فبالتالي كان شيء طبيعي ان اللي بيعمل ده يعمل ده. يعني انتوا عندكم المنتجين يا فندم دلوقتي بقى عندنا يعني احنا عندنا طبعا التابلتس موجود من عندنا كل الموديلات بتاعته، من اول ال7 بوصه اللي هو ده مثلا، ده ال7 بوصه ده مثلا موجود في فروع بتاعه اتصالات مصر كلها، مؤخرا عقدتوا اتفاقيه مع اتصالات، وموجود برضه عند بعض الاوبريتورز التانيين موجود عندهم. بعدين دخلنا في ده الموديل الثاني اللي بعديه اللي هو ال8 بوصه، ثم بعد كده بقى في الموديلات الكبيره، ودي موديلات طبعا بتهم جدا الطلبه وبتهم في العمليه التعليميه كمان. العمليه التعليميه ده احدث حاجه من انتاجنا اللي هو التابلت ال9.7. هو تليفون برضه يا فندم؟ لا ده في منه نوع تابلت بس، وفي منه نوع تابلت وتليفون 9.7، بس في الاغلب في الاحجام الكبيره دي بيتجه انه يبقى تابلت بس، لانه صعب قوي انك تستعملي ده كتليفون. لكن ده ممكن يعني ممكن تحطيه في شنطتك، وفي ليه منافسين من الشركات العالميه زي سامسونج بالظبط زي سامسونج، وممكن تحطي له بلوتوث، بس ده بيبقى كبير قوي لو استعملتيه كتليفون. ولكن هو ده في منه موديلين، موديل فيه تليفون وموديل عباره عن تابلت بس.
فده 9.7 ده الحجم ده اللي هو 4/3 ده حجم عالمي، الناس بتحبه جدا وبتفضله. ده موجود. ثم بعد كده هو دخلنا في اخر حجم بقى اللي هو 10.1 10.1. 10.1 ده برضو زي ما حضرتك شايف اللي هو 16/9. ده برضو احد الموديلات المشهوره جدا بالنسبه للطلبه، بيبقى دايما الحجم ده او الحجم ده هم اكبر الاحجام اللي هم عايزينها، لان بتديله فرصه طبعا ان هو يقدر يكتب اكتر، بتديله فرصه انه يقرا مثلا كتب اسرع، يتصفح الانترنت على صفحات اكبر. فدول التو سايزز بالنسبه للاحتياجات العاديه. اكيد راعيتوا المنافسه في السعر، لان انتم بتنافسوا مع شركات احنا ما عندناش مشكله في الاسعار، احنا عندنا مشكله في انه الحمد لله رب العالمين طلبات اكتر من قدره المصنع على الانتاج. يعني احنا بنستثمر، بنعمل خط جديد دلوقتي استثماراته بالملايين يعني علشان نقدر نكفي الطلبات. ما عندناش مشكله الحمد لله في منافسه في الاسعار، لانه احنا بنشتغل في حته ما حد. اولا احنا طبعا التابلت بتاعنا بنصنعه بالاتفاق مع شركه تليفونكن الالمانيه، فبالتالي هو تكنولوجيا المانيه 100%، ولكن تصنيع مصري. فبالتالي الحته دي مش موجوده في السوق. يعني اللي موجود في السوق يا اما تابلتس بقى اللي هي الماركات العالميه زي ابل وسامسونج اللي هي بتتكلمي في 5000 و6000 جنيه، يا اما التابلت الصيني ب 300 جنيه. ففي ما بين ال 300 جنيه في فجوه فعلا بالظبط، ما بين ال 300 وما بين ال 5000 جنيه فجوه كبيره قوي. وفجوه كمان في الكواليتي والضمان. انت في نص المسافه. احنا بنقدم ضمان لمده سنه شامل قطع الغيار. عندنا 15 مركز خدمه وصيانه معتمد موجودين على مستوى الجمهوريه. عندنا كول سنتر 19 333. يا ريت لو حضرتك تحطي رقمه على الشاشه 19 333. ده رقم الكول سنتر بتاعنا بتاع الشركه. تكنيكال سبورت. الكاستمر بيتكلم في اي وقت، بيلاقي حد بيرد عليه، بيوجهه لاقرب مركز خدمه وصيانه. ولو هو ساكن في حته بعيده عن مركز خدمه وصيانه، عندنا خدمه الكورير بتجي له لغايه البيت، ياخد منه الجهاز ويشوف فيه ايه ويرجعه له لغايه البيت. كل ده دي نقطه مهمه واد فاليو للمستهلك في مصر ان هو يبقى عنده. شجعنا بقى الدخول في التابلت ده، شجعنا بقى ان احنا ايه التطور الطبيعي، ان احنا نبتدي نتكلم بقى على ايه الفونز، السمارت فونز بقى باشكالها المختلفه وانواعها المختلفه. تم التعاقد عليها مع كذا شركه من شركات الاتصالات، ولكن هتطرح قريبا. يعني ابتدينا نخش فيهم بقى. تليفونات في سايز سحري بيسموه الفابلت. ده اللي هو ال5 بوصه ده بيسموه حاجه اسمها فابلت. فابلت يعني ايه؟ يعني لا هو فون ولا تابلت، بالظبط هو فابلت. فاب من فون وتابلت. ففابلت ده بقى جديد، ده نيو تكنولوجي اللي هو 5 بوصه، اللي هو طبعا السايز ده اول ناس نزلوه طبعا كانت شركه سامسونج. ثم بعد كده العالم في النوت بالظبط، العالم كله ابتدى يشوف ان السايز ده مطلوب، وانه ممكن جدا يبقى تليفون جميل، وفي نفس الوقت يقدر الانسان ان هو يستعمله كبيرسونال ديجيتال اسيستنت كتابلت صغير. فده بقى عليه طبعا. لكن من ناحيه السرعه والاداء انا شايف يا فندم ان هو منافس جدا. احنا بنشتغل على يعني مثلا كل البروسيسورز اللي موجوده فيها نوت هتلاقي بروسيسورز من انتاج شركه كوالكوم العالميه، كلها بروسيسور ثنائيه النواه اللي هو الديول كور بروسيسور سناب دراجون اس 4 سرعتها 1.5 1.5 جيجا هرتز. يعني هنا بشراكه مع كوالكوم. طبعا. يعني هم كان ليهم تجربه، هم نفسهم عملوا موبايلات بتحمل العلامه التجاريه لكوالكوم. هو كوالكوم شركه طبعا من اهم شركات العالم فيما يتعلق بالتكنولوجيا بتاعت 3 جي. هم اللي اخترعوا فكره 3 جي تكنولوجي، وهم طبعا ليهم الشريحه الاكبر في الدنيا التليفونات الاولى السمارت فونز بنسبه يمكن اكثر من 60%. هم مسيطرين على تعمل التابلتس دي ان هو يتطور التطور الطبيعي، ان هو يعمل السمارت فونز او التليفونات الذكيه. وزي ما كنا بنقول انه التابلت ما هو الا تليفون كبير، والتليفون ما هو الا تابلت صغير. بالظبط. فبالتالي هي نفس التكنولوجي، ما فيش فروق كتيره، ونفس الاوبريتنج سيستم اللي هو الاندرويد. سواء كنا بنتكلم على الاندرويد بقى اللي هو ال4.03 اللي هو الايس كريم ساندويتش، او الفيرجن الجديده اللي هي الجيلي بين، كل ده ما فيهوش كلها قابل ان هي تنزل. كل احنا شغالين على اخر قابل للابديت يا فندم زي طبعا. كل الموبايلز والتابلتس بتاعتنا قابله للابديتس بتاعتها، والابديتس بتنزل على الويب سايت بتاعه الشركه www.accm-tech.com او من خلال الاتصال. يا ريت نزلها على الشاشه، ومن الاتصال بالكول سنتر لو هو عايز. التليفونات زي ما قلت لحضرتك احنا جاري التعاقد مع احد اوبريتورز من المشغلين التليفونات المشهورين، يعني ان شاء الله هيخش معانا فيهم في اوردر كبير. ده غير اتصالات.
مشغل اخر. في احنا بنشتغل مع الثلاثه اوبريتورز الحقيقه. طبعا احنا بتربطنا علاقه شراكه قويه جدا باتصالات بعد توقيع. كان ايه شكل الشراكه يا فندم؟ عايزين حضرتك تقول لنا شراكتكم مع اتصالات. هو الشراكه بتاعتنا مع اتصالات من ناحيه ثانيه هنتشارك في عمليه تطوير سوق الحاسبات اللوحيه وسوق الهواتف الذكيه في جمهوريه مصر العربيه، وهنطوره شجره وهنتبادل المعلومات وهنتبادل الديفلوبمنت. فده هذه النوعيه من الاتفاقيات اللي بيسموها ميموراندوم اوف اندرستاندينج او اتفاقيه تفاهم، بتبقى الغرض الاساسي منها غرض استراتيجي. بمعنى ان انا لما بيبقى عندي فكره جديده ببقى بناقشها اولا مع اتصالات قبل اي حد تاني. هي ليها الحق في كده. وهم لما بيبقى عندهم فكره جديده بيناقشوها اولا معانا قبل اي حد تاني. فده طبعا بيدي لنا فرصه ان افكارنا تتلاقى بسرعه، وان احنا مثلا احنا لما جينا نفكر في السايز ده اللي هو ال5 بوصه، وقلنا ان السايز ده مش موجود في السوق المصري بسعر مناسب. يعني طبعا انت عارفه انه سامسونج بتبيع ده بحوالي 4000. لا لكن هذا السايز ممكن يبقى مناسب جدا، بالذات كمان للناس اللي هي ممكن تبقى بالنسبه لها ده بديل مش بس يبقى تليفون، يبقى كمان تليفون ويبقى تابلت. ممكن لانه السايز 5 بوصه ده ممكن من خلاله الدخول على الانترنت، وممكن من خلاله الواحد يعمل حاجات كتير. يعني ده فندم هيتم طرحه مع اتصالات برضه قريبا؟ كل حاجه من الحاجات اللي انا وريتها لحضرتك سواء كانت من انواع التابلتس او كده هيتم طرحها مع اتصالات ومع الباقيين ومع مشغلين اخرين. ولكن يعني مفيش احتكاريه. مفيش احتكاريه، ولكن الاقرب واللي انا بتناقش معاه او بخش معاه في اتفاقيات سريعه اسرع بيكون طبعا اتصالات، باعتبار ان في بيننا وبينهم مذكره تفاهم. يعني احنا رايحين لهم مثلا بكره بنعرض عليهم موديلات جديده، هم جايين لنا بفكره جديده، دايما في ما بيننا وما بينهم لقاءات مستمره. فده بالنسبه للسمارت فونز. والسمارت فونز ان شاء الله كمان يعني زي ما قلت لك بنتعاون فيها مع شركه كوالكوم. واحنا كنا مع شركه كوالكوم في رحله لهونج كونج، كانت رحنا حضرنا المؤتمر السنوي بتاع المطورين بتاع شركه، انا والمهندس خالد خورشيد رئيس مجلس اداره المجموعه والمدير التنفيذي للمجموعه، ورحنا حضرنا اجتماع المطورين لكوالكوم كان معمول السنه دي في هونج كونج ولمده 4 ايام، وشفنا كل الافكار الجديده والتقينا بناس كتير قدرنا من خلالهم نجيب افكار جديده. وفي فرصه كبيره جدا للتنافس في مجال التليفونات. يعني شوفي ده مثلا تليفون في منتهى الجمال واسعاره معقوله جدا بالنسبه للمستهلك المصري، ودعم اللغه العربيه متوافر، ومركز خدمه وصيانه وسبورت. ده يعني هذا النوع من السوق المصري في احتياج للنوع ده اللي هو بيقدم كل الخدمات وفي نفس الوقت بسعر منافس، واهم حاجه بكواليتي محترمه، لان هو التليفونات يعني بالذات الصيني يعني فيها مشكله كبيره جدا في موضوع الكفاءه. فانت لما بتقدمي تليفون الماني بدعم من شركه عالميه زي تليفونكن وبشراكه مع شركه امريكانيه محترمه ومشهوره زي كوالكوم، مع وجود مصنع بيحافظ على اسمه زي الخرافي وشركه العربيه تصنيع الحاسبات، بيبقى النتيجه في الاخر مقبوله. يعني شراكه بيوصل منتج محترم المستهلك المصري يقبل عليه ويبقى ضامن انه ليه خدمه وليه ضمان وانه هيأدي باحسن مستوى. طب يا فندم، هل تسويق الديفايس بتاعتكم مع بروتوكولات تعاون مع الحكومه ومع شركات كبيره؟ لان اعتقد ان لسه الاند يوزر ما عندوش الوعي بوجود هذه الاجهزه في مصر، او لسه في حاجز من عدم الثقه بينه وبين اي لا انا بالعكس، انا مش شايف يعني انا عايز اقول لحضرتك على حاجه، انا مش شايف اي حاجز من عدم الثقه. بالعكس انا شايف ان المستهلك المصري بقى فخور ان هو بيشيل منتج مكتوب عليه صنع في مصر. يعني انا تجربتنا مع اتصالات اول ما نزلنا التابلت خلص في 5 ايام، اكدت ان الناس كانت سعيده ان هو بيشيل تابلت مكتوب عليه ميد ان ايجيبت. يعني المصريين فكرهم اتغير، وبعدين هم الناس كلها فاهمه كويس. يعني احنا اي حد النهارده عنده تلفزيون في بيته ويقدر يبص على التلفزيون، بالذات ماركات مشهوره زي ال جي وسامسونج، هيلاقيه مصنوع في مصانعنا. فالناس مش عبيطه، يعني الناس عارفه ان التلفزيون يعني الفكره بتتغير على مع الاند يوزر. اذا كان ال جي وسامسونج بيصنعوا عندنا يبقى احنا ناس كويسين. امال هم بيصنعوا عندنا ليه؟ فبالتالي لما نصنع لنفسنا اكيد هنطلع حاجه كويسه. فالناس يعني على شرائح الاند يوزر ابتدت تبقى عندها وعي بقى. انا بقول لحضرتك يعني اي حد النهارده بينزل يروح يشتري مثلا من اي من الهايبر ماركتس موجوده التلفزيونات مكتوب عليها مصنوع في مصر. زي التلفزيون اللي هو ثمنه 11000 و15000 جنيه، شركه سامسونج بتثق انها تصنعه مكتوب كده هو مصنع في مصانع الشركه العربيه لتصنيع الحاسبات. يبقى النهارده سامسونج واثقه في اسمها انها تديه وانت وهل
ده مش يطمنك انه لما احنا نعمل لنفسنا بقى احنا المنتج بتاعنا اكيد هيطلع حلو يعني. بالظبط، يعني في وعي الحمد لله من قبل الشرائح مفيش اي مشكله، بالعكس انا شايف ان في اقبال، هو اقبال كبير. المشكله زي ما بقول لحضرتك اللي احنا بنواجهها دلوقتي هو انه بسم الله ما شاء الله الحمد لله رب العالمين انه الديماند او الطلب اللي من اعلى مكان من خطتنا على الانتاج وقدره المصنع، لدرجه ان احنا بنعمل خط انتاج جديد دلوقتي نستثمر فيه فلوس وبتاع، وده لانه ما شاء الله الحمد لله رب العالمين في مجال الديفايسز، في مكان الديفايسز اللي هي الحاسبات اللوحيه والتليفون. ما بقول لحضرتك هو اصل الخط الانتاج اللي بيعمل الحاسبات اللوحيه هو اللي بيعمل التليفون. مش فرق زي ما قلت لحضرتك، التليفون هو عباره عن حاسب لوحي صغير والحاسب اللوحي هو تليفون كبير وخلاص مفيش مشكله. الحدود دي فعلا قلت. طب حضرتك الماركت شير بتاعكم في 2012 في مجال الحاسبات اللوحيه؟ انا اعتقد في الحاسبات اللوحيه احنا ما فيش شك في ان احنا بنتسيد الماركت وان احنا عندنا على الاقل 80% منه يعني. انا طبعا هنتكلم على الماركت الرسمي، في ناس طبعا بتجيب حاجات محرره، ده موضوع ثاني، لكن لما بتتكلم على الماركت الرسمي مفيش حد موجود فيه غيرنا يعني، حتى ما اعتقدش ان في حد يعني بينافس. وطبعا السوق كبير واستوعب منافسين كتير، واحنا يعني شرفنا نتعاون مع كل الناس وننقل خبرتنا ليهم. وزي ما بقول لحضرتك هو الغرض الاساسي يعني انا لما جيت المجموعه وعملت الدراسه بتاعتي انا قلت ان مصر على الاقل محتاجه من 18 ل 20 مليون حاسب لوحي. طبعا في التليفونات القصه بقى اضرب الرقم ده في 3. طبعا تليفونات تقريبا وصل يعني تليفونات تشبع داخل السوق. ما هو التليفونات فيها 90 مليون، لكن انا عايز اقول لحضرتك على حاجه بقى 12% منهم بس تليفونات ذكيه بالظبط طبعا. فانت عندك 88% يعني حوالي 80 مليون تليفون من هنا لغايه 2017 المفروض يخش السوق المصري بالظبط. تليفونات اللي هي الذكيه اللي هي ب 3.5 بوصه فما فوق يعني. ما هو التليفونات بس طبعا مش كل الشرائح هتبقى عندها تليفونات ذكيه. لا ليه؟ التليفون الذكي لما ينزل ب 600 جنيه يبقى كل الناس تشتريه. هو محتاج وعي فانت بقى. مفيش وعي، الموضوع بسيط، الناس بتتعامل مع التليفونات ببساطه. هو بيستعمله الاول الو، بعد شويه بيلاقي ان هو ممكن يبعت من خلاله رساله، بعد شويه يلاقي ان هو ممكن يستعمل من خلال الانترنت، ممكن يخش يشوف خبر على الموقع بتاع اليوم السابع، ممكن يشوف موقع الاهرام، ممكن مش عارف يعرف من على تويتر ان في مظاهره حصلت في الحته الفلانيه. الناس بتستعمله ببساطه طبعا بالذات مع مستخدم الانترنت. يعني انا عايز اقول لك ان انا شخصيا يعني انا والدتي ربنا يديها الصحه يعني عندها فوق ال 75 سنه وكانت عايز تليفون، جبت لها تليفون ذكي، لا انا مش هعرف استعمله، مش عارف ست كبيره يعني. خدته وبعد شويه لقيتها بتتعامل معايا، وبعدين لقيت نفسي وانا في الصين بعتها لي على الفيسبوك والدتي يعني بتقول لي خلي بالك من نفسك وما تخافش على بص طب كويس حضرتك طورت ادواتها خالص. انا استغربت جدا انها عرفت تخش على الفيسبوك وكمان بعتت لي رساله على الفيسبوك. هو الديفايس هو اللي ساعتها. الديفايس هو ساعتها وانا لا دربتها ولا علمتها. هي كويس هايل. يعني انتوا القرار بترفع شعار ان الديفايس هو اللي هيرفع الوعي لدى الشخص، لانه ديفايس بسيط والتعامل معاه، وبعدين العربي كمان بتاع الديفايسز كلها دعم اللغه العربيه فيها بنسبه 100%. فبالتالي ما عندكيش مشكله في انك انت تبقي تعرفي اللي عنده لغه واللي ما عندوش لغه. العائق الوحيد اللي هيفضل هو العائق اللي ما بيعرفش يقرا ويكتب. بالظبط. لكن النهارده اي انسان بيعرف يقرا ويكتب هيعرف يتعامل مع التليفون طبعا، واخده بال حضرتك، وهيعرف ان هو يقدر ان هو يطلع منه كل اللي هو عايزه ويستعمله في الدخول على الانترنت ويجيب منه الاخبار. وبعدين ثبت كمان في السنتين اللي فاتوا دول الحراك من مسايا الحراك بتاع الثوره انه اللي قاعد على التلفزيون ما بيلحقش، اللي قاعد على الموبايل بيسرع اكتر. تعرفي ايه اللي بيعرف الاخبار اسرع. طيب في طفره حصلت طفره فظيعه. شبكات التواصل الاجتماعي النهارده مصر هي الاولى على مستوى الوطن العربي في الفيسبوك ب 12 مليون يوزر. 12 مليون رقم وهمي، رقم كبير طبعا. في 12ر مليون مصري وعدد الساعات كمان بيستخدمها كل شخص. فبالتالي حضرتك بتتكلمي في ان احنا دلوقتي يعني الحراك ده والثوره التكنولوجيه اللي حصلت في ثوره 25 يناير اكيد ثوره تكنولوجيه بلا شك يعني. انه ده طبعا سبب انه بقى في فرصه كبيره انك انت يبقى عندك ناس كتير عايزه تليفونات وناس عايزه تابلتس وده طبيعي يعني. يا فندم في سنه 2013 باذن الله يعني اهم ملامح الاستراتيجيه بتاعتكم، هل هيبقى في بروتوكولات تعاون مع وزاره التربيه والتعليم مع التعليم العالي يعني مع المؤسسات الكبيره يعني ايه خطتكم السنه؟ طبعا احنا بنقدر يعني ونثمن كثيرا دور وزاره التربيه والتعليم في مجال التعليم التفاعلي، وشايفين انه صاحب القرار الرئيسي في هذا هو وزاره التربيه والتعليم، واحنا نتعاون نفتح جميع الابواب التعاون الممكنه مع الوزاره، لانه في النهايه الحاسبات اللوحيه مكانها الطبيعي هو التعليم.
ومكانها الطبيعي انها تبدل الكتب القديمه اللي الناس كلها استغنت عنها، وتوفر الطباعه بتاعه الورق اللي مستهلك واللي بيضيع وبيبوظ ظهر اولادنا، وكل الكلام ده احنا متفقين عليه، وده وزاره كمان يعني بتمشي فيه في خطوات حثيثه واحنا بنتعاون معاها. ولكن احنا برضه متفهمين انه الحاله الاقتصاديه المصريه في الوقت الحالي يمكن ما تسمحش بخطط طموحه من نوع 100,000 حاسب لوحي و200,000 حاسب لوحي، ومتفاهمين انه ده طبعا ممكن يبقى صعب في ظل انه في عندنا مشاكل اهم. او هل المناقصه اللي انتم متفقين فيها كانت يعني توقفت دلوقتي ولا؟ مش توقفت، المناقصه موجوده، والمناقصه رست على احد شركائنا المهمين جدا اللي هي شركه بنها للصناعات الالكترونيه، وشركه بنها شريك مهم جدا للشركه العربيه لتصنيع الحاسبات، وليهم 5% من اسهم الشركه العربيه لتصنيع الحاسبات، واحنا بنشتغل مع شركه بنها وفي تعاون يعني مثال الشغل المستمر، تعاون مستمر على طول ما بيننا وبين شركه بنها، وفي تعاون مستمر ما بيننا وما بين الهيئه العربيه للتصنيع وكل شركات الانتاج الحربي، في تعاون مستمر ما بيننا وما بينهم مجموعه الخرافي من قديم الازل يعني. احنا وبالتالي احنا في 2013 نتمنى طبعا ان الحكومه يعني تقوم بطرح 50,000 30,000 حاسب لوحي ينشط الدنيا شويه، ولكن اذا لم يحدث هذا فاحنا بنحاول من خلال بقى المبادرات اللي احنا بنعملها مع القطاع الخاص سواء كان مشغلي المحمول زي اتصالات مصر او غيرهم من المشغلين، احنا نتبنى مبادرات اخرى نحاول من خلالها ان احنا نطرح مناقصات شبيهه عشان او توصل عشان نوصل للناس، لان هو في النهايه حسب الدراسه اللي انا عملتها مصر هيكون فيها 18 ل 20 مليون حاسب لوحي، مين بقى هيدفع ثمنهم ازاي؟ وزاره التربيه والتعليم ولا المستهلك هيدفعهم من جيبه ولا شركات الاتصالات؟ خلال قد ايه يا فندم؟ في خلال 5 سنين. خلال 5 سنين ايا كان بقى ده المتوقع فعلا، ده ايا كان بقى مين هيدفع ثمنهم دي مش قضيتنا يعني، هم ده هيحصل بأي وسيله، يا اما الناس هتشتريهم يا اما الاسعار هتنزل فالناس هتشتريهم بكاش. اصل هو برضه خلي بالك من حاجه، يعني اما نتكلم مثلا على الديفايس زي ده مثلا النهارده بتنزله اتصالات مصر ب 999 جنيه معاه 6 اشهر، سعر منافس كده، معاه 6 اشهر انترنت فري، يعني تقريبا هو واقف عليهم على القسمه حوالي 600 جنيه يعني، و7 بوصه وكاباسيتيف مالتي تاتش وسرعته 1.2 جيجا هرتز، يعني احدث حاجه، مش مثلا تابلت اي كلام، وعليه ضمان سنه وتليفون كان الماني وضمان مجموعه الخرافي فده، وعليه احدث فيرجن من الاندرويد. فلما تكلمين ان ديفايس زي ده النهارده بثمنه 999 جنيه اصبح اي حد ممكن يشتريه طبعا، لانه 999 جنيه بثمن موبايل. خلاص، مع كثره الانتاج بقى الاسعار برضه هتنزل، فالسعر مثلا 999 ده ممكن على 2013 تلاقيه مثلا نزل بقى 666، هينزل شريحه ثانيه خالص من الناس اللي بتخش فيه. فهمت قصدي؟ فمش القضيه بقى مين هيقدر يشتريه، القضيه في رايي مين هيقدر ينتجه بجوده كويسه ويوفره في كل مكان. واخد بالك انت حضرتك؟ بس ده قصدي، ده رايي. لكن ان العميل هيشتري، العميل هيشتريه، لانه تجربتنا بتقول كل ما بننتج بالناس بتشتري، ما فيش عندنا مشكله ان بننتج وندور على حد يشتري، ننتج لان الناس بتشتري على طول. فهيبقى المشكله عندك دايما توفير المنتج، وانه يبقى موجود قدام الناس في اماكن كتيره. الوصول للمحافظات مثلا حاجه مهمه جدا، خلال 2013 نتمنى ان احنا ندركها، احنا نوصل للمحافظات كلها. احنا وصلنا اسكندريه، وصلنا معظم محافظات بحري وبعض محافظات قبلي، عايزين ننتشر في 26 محافظه بحيث ان الحاسب اللوحي يبقى موجود في كل فرع من فروع